حاسس إن في مسافة بينك وبين شريك حياتك، أو حاسة إنك بتدي كتير ومفيش مقابل؟ المشاعر بقت قليلة والكلام بقى كله نكد. استني، ما تستعجليش على الفراق. في خلال دقايق هتسمعي كلام بسيط بس هيفرق جدا في علاقتكم. مش جاية أعلمك إزاي تعيشي، بس جاية أساعدك إزاي تحبي من تاني بوعي، المرة دي على عكس المرة اللي فاتت. يلا نبدأ. لو أول مرة تسمعوني، أنا نوران مدكور وده بودكاست طاقة. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سؤال: أنا دايما بعمل اللي عليا بس حاسة إن في حاجة ناقصة. هو مش بيحبني زي زمان، ولا أنا اللي اتغيرت، ولا الجواز هو كده أصلا بيبدأ نار وينتهي برماد؟ لو الأسئلة دي دارت في دماغك، يبقى الكلام ده كله ليكي. مش جايين نشتكي ولا نلوم، جايين نفهم ونتعلم ونبني من جديد. كل راجل ليه مفتاح. المشكلة إننا بنفتكر إنهم شبه بعض ونطبق وصفة واحدة على الكل. لا، جوزك ده بني آدم، ليه تركيبة مختلفة، ليه طريقة في التفكير وليه أسلوب في التعبير. في اللي بيحب الكلام الحلو، وفي اللي بيعبر بالأفعال، في اللي بيحب الحنية، وفي اللي بيحب الاحترام قبل أي حاجة. اسألي نفسك، هو إيه اللي بيفرحه بجد؟ مش اللي انتي بتحبيه وخلاص، مش اللي انتي بتحبيه هو اللي بيحبه. اعرفيه كويس واشتغلي على التواصل بلغة هو يفهمها. الست اللي بتعرف تحتوي مش ضعيفة، دي ذكية. لما بيجي من الشغل ساكت ومكشر، مش لازم تسألي مالك مالك وتفضلي تزني. ساعات السكوت هو بيكون أكبر حضن وطبطبة. ولما يغلط ما تحاولهوش لطفل بتأنبيه، خليه راجل، بس راجل ليه مكان في قلبك. فهنهدى شوية ونسكت شوية ونحاول نلتمس له أي عذر. الاحتواء مش يعني إنك تتنازلي عن كرامتك، لكن يعني تدي وقت وفرصة ومساحة للحوار من غير صريخ ولا تهديد. اختاري الوقت الصح للكلام. الكلمة اللي بتتقال وقت الغلط بتتحسب غلط. الراجل دايما بيحب يحس إنه متقدر حتى لو ما بيطلبش. اشكري على الحاجات البسيطة والتافهة. مش لازم يجيبلك شبكة جديدة عشان تقولي له شكرا بانبساط. حتى لو عمل أكلة أو غير لمبة أو اهتم بالولاد، قوليله تسلم إيديك. الكلمة دي دايما تبقى على لسانك. الكلمة دي بتفتح قلبه ليكي أكتر من مليون كلمة عتاب وندم. وده مش نفاق، ده فن إدارة علاقة. والعلاقة اللي ما فيهاش تقدير بتتحول لعنده سلبية ونكد. هتختلفوا وهيبقى فيه مشاكل، ده الطبيعي واللي موجود في كل البيوت. بس الأهم هنا والسؤال: هتختلفوا ازاي؟ هل هتتحولوا لخصوم ولا هتفتكروا انكم فريق واحد في نفس المركب؟ الخناقة مش بتخوف، اللي يخوف إننا نتخانق وننسى إحنا ليه بنحب بعض أصلا. قواعد بسيطة: ما تغلطوش في بعض، ما تدخلوش الأهل، ما تطوليش الخصام. ولو حسيتي إنه مجروح، كبري دماغك وقربي. الحب مش بيعيش من غير تسامح. وانتي بتحاولي تنجحي علاقتك بجوزك، ما تنسيش نفسك، ما تنسيش شكلك ولا صحتك ولا شغفك ولا ضحكتك ولا صحبتك. الست اللي بتهمل نفسها بتتحول مع الوقت لنسخة تعباها، وده بيأثر على البيت كله. ادي لنفسك وقت، حتى لو نص ساعة في اليوم. اعملي حاجة بتحبيها، اقري، اكتبي، ارقصي، اخرجي. كل حاجة بتحبيها اعمليها. كل ما تكوني مرتاحة مع نفسك هتعرفي تحبي وتدي بوعي، مش بضغط وكره ونكد طول اليوم. جوزك مش هيكون كامل زي ما انت كمان مش كاملة، بس اللي بيخلي العلاقة تكمل مش الكمال، هو الإصرار على إننا نفضل نحاول نحب ونصلح ونغير من نفسنا عشان الطرف التاني وعشان كمان نفسنا. النجاح في العلاقة مش حظ، ده قرار والتزام ونية يومية. أنا ناوية أحافظ عليك وإنت تستاهل. ويا رب دايما نكون لبعض وطن مش ساحة حرب. وفي النهاية عايزة أقول: مفيش بيت بيخلو من الخناقات والمشاكل، بس الفكرة إن لازم كل طرف فينا يستحمل التاني. هو يستحملك من ضغط الأولاد ومن البيت، وانتي تستحمليه من ضغط الشغل والمشاكل والمسؤولية الكبيرة اللي عليه. في النهاية انتوا عايشين عشان تكملوا بعض، مش عشان كل واحد يقول أنا صح وانتي غلط. انتوا الاتنين كملوا بعض بسلبياتكم وبإيجابياتكم. ولو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش تضغطوا على لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد.